تعالوا نعمل مع بعض الماك اند تشيز وهتطلع اجمل ما بناكلها من بره كمان. وازاي تطلع لونها جميل وكريمي بدون حتى ما نستخدم كريمة. وبعض الاضافات اللي ضفتها من عندي هتطلع اجمل بكتير. فتعالوا سريعا اقول لكم الطريقة، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كمان ما تنسوش تعملوا لايك، واللي اول مرة بيشوفني انا رغدان. اول حاجه هنسلق المكرونه. ميه بتغلي كده على النار. والمكرونه النوع المعروف في الوصفه دي هي المكرونه القلبو اللي هو الشكل ده، طبعا تقدروا تستخدموا اي مكرونه تانية. ده 400 جرام من المكرونه. انا سلقتها بصوا لغايه ما وصلت كده 75 80% بس سوا. علشان لسه هتتحط على الصوص. وبعدين بشطفها شطفه كده عشان توقف سوا. ولما تتصفى بحط عليها معلقتين من الزيت وبقلبها كده هي جاهزه. حطها بقى على جنب في حلة على النار. حطيت معلقتين من الزبدة ومعلقتين زيت. وهحط بقى 3 معالق كبار من الدقيق. وهقلبه كده بالويسك، مش هقلبه كتير، يا دوبك بس يبتدي كده يغلي. هحط بقى اللبن، هحط اللبن تدريجيا. هحط كوباية وبعدين بالويسك هفضل اقلب لغاية ما ادوب الدقيق. وهيبتدي يتقل هحط الكوباية التانية. وبرضو هفضل ادوب كده بعد الكوباية التانية، هو تقريبا يعني هيفك خالص. وهيبقى كريمي خالص. هنفضل بقى نزود. هي خدت معايا 5 كوبايات من اللبن. بعد كده يعني هحط اللبن تدريجيا زي ما قلت لكم. وبعدين بعد الكوبايه كده الرابعه هحط بقى التوابل قبل ما يسخن قوي الصوص. حطيت ملح وحطيت نص معلقه فلفل اسود وحطيت ربع معلقه توم باودر وحطيت كركم، هو ده اللي بيدي اللون الخطير بدون حتى ما نستخدم الشيدر الحمراء. حطيت كمان ربع معلقه من البصل البودر. وهنقلب كويس. وحطيت معلقه كبيره من المستردة ونص معلقة شطة أو بابريكا. خلي بالكوا الشطة مش بتخليها حامية خالص، للون بس. حطيت كمان فص توم مهروس، دي من الإضافات اللي هتخلي طعمها حلو جدا. كمان حطيت مكعب من مرقة خضار كده. ومعلقة كبيرة من القشطة بتخليها حلوة جدا وكريمي. دي بقى كوباية من الجبنة الشيدر. وكمان كوباية من الجبنة الموتزاريلا. وبعد ما يعني بعد ما بحط الجبن على طول أنا بطفي النار، يعني على طول كده. وطبعا اثناء ما بعمل الوايت صوص احنا بنهدي النار جدا عشان ما يتلسعش. وزي ما قلت لكم اول ما بنحط الجبن بنقفل النار على طول وبقى دوبها بقى وهو النار مطفيه. بعد كده بقى بنحط المكرونه. طبعا المكرونه لسه هتتقلب في الصوص وهو سخن جدا، فعشان كده قلت لكم ان هي تستوي اكتر حاجه 80% عشان ما تبقاش مستويه زياده وطعمها مش حلو. بصوا هي كده جاهزة خلاص، خطيرة. انتوا ممكن في الحالة دي هي طبعا هي جاهزة، انا ما دخلتهاش المرة دي في الفرن. بس ممكن تحطوها في بايركس او صينية وتحطوا عليها جبن وتدخلوها الفرن. تتعامل بالطريقتين، خطيرة وحلوة واحلى ما بناكلها بره بكتير. جربوها ببعض الاضافات اللي انا ضفتها واللون الخطير ده اللي عملناه لما ضفنا الكركم. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكات كتير. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.